معاناة مستمرة منذ سنوات مع شح مياه الشرب في إحدى أهم المناطق الزراعية في السودان يثقل كاهل أيمن بمزيد من المصاريف التي تترتب على شراء المياه. اللي عدى 7 يوم 8 يوم 4 يوم بس متقطعة زي ده. كان جاتنا احتمال تصلنا واحتمال ما تصلنا ذاته. هاي بنشتري هم ناخذ منها ساعة كوار، نشتري لنا زي 4 5 باغات. هسه نقول تاني المويه بتجي حسه بس اليوم ينتهي تاني نقول بتاع كرة. مشكلة المياه في ولاية القضارف قديمة متجددة، سببها انعدام محطات المياه الصالحة للشرب في كثير من مناطق الولاية، إضافة لعجز المحطات القديمة في مناطق أخرى في الإيفاء بحاجة نصف مليون نسمة من المياه الصالحة للشرب، واقع ينتظر السكان تغييره في ظل وعود حكومية بمشروع شبكة مياه جديدة. والله هسه شايف شغالين في شبكة، ويعني موعودين بها قريب. شبكة قالوا انه ممكن تحل مشكلة المياه في الولاية. المياه المنقولة بواسطة هذه الدواب في العادة قد تتسبب في الكثير من المخاطر الصحية. منذ أكثر من 50 عاما وأزمة مياه الشرب في ولاية القضارف لم تبارح مكانها، ولم تجد من الحلول والبرامج ما يخفف معاناة المواطنين. بتكلفة نحو 20 مليون دولار بدأ العمل في تنفيذ هذه المحطة التي تعد الأكبر، فهي تستوعب نحو 75 ألف متر مكعب من المياه القادمة من سدي أعالي عطبرة وسيتيت لتغطية العجز المائي الذي يصل إلى 30 ألف متر مكعب. الخزانات الرئيسية في جبل الشماليات كذلك يعني التنفيذ فيها يعني أكثر من 90%. الخط الناقل بدأ العمل فيه ب 70 كيلو بقطر ماسورة 1000 ملم. يعني في اليوم الوارد حيكون 75 ألف متر مكعب طارين بين 15 اليوم و75 غدا بإذن الله تعالى يعني. وتأتي الحاجة للمياه كون القضارف مدينة اقتصادية بالدرجة الأولى، فهي المنتج الأكبر للمحصولات الزراعية في السودان. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، القضارف، شرقي السودان.